أقدم 3 مقيمين يستقلون سيارة على التحرش ب4 مقيمات في الطريق العام بجدة. وعندما اعترضن على أسلوب المعتدين أشهر أحدهم سلاحا وأطلق النار نحوهن فأصيبت إحداهن، ومن ثم لاذوا بالفرار قبل أن تتم الإطاحة بهم من الجهات الأمنية. وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشوي أن شرطة محافظة جدة تلقت بلاغ من مركز العمليات الموحد 911 يفيد بتعرض 4 مقيمات من الجنسية الآسيوية لإطلاق النار عليهن من قبل سيارة يستقلها 3 أشخاص حاولوا التحرش بهن ودفعوهن إلى مرافقتهم. وأضاف أنه عندما رفضن التجاوب مع المتحرشين أشهر أحدهم سلاحا من نوع مسدس وأطلق النار نحوهن، وأدى ذلك إلى إصابة إحداهن بكتفها وإصابة زميلاتها بسحجات وجروح نتيجة محاولتهن الهرب، ثم ارتكب الأشخاص الفرار لجهة غير معلومة. وأبان العقيد القرشوي أنه تم تشكيل فريق مختص في أعمال البحث وتحوي لتعقب الجنى وجمع المعلومات على كافة الأصعدة، حيث أسفرت تلك الملاحقة عن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم مقيمان و3 مخالف لنظام الإقامة، وقد عثر على السلاح المستخدم والسيارة التي كانوا يستقلونها، وتمت أحالتهم بعد استيفاء إجراءات الاستدلال للنيابة العامة. أقدم 3